في لحظة غضب ممكن نتطلق ونهد البيت، ولحظة مضغوط فيها في شغلي أدب فيها خناقة مع مديري أخسر فيها وظيفتي ودخلي. ولاعب الكرة زيدان لما في لحظة غضب اعتدى على اللاعب ماركو في نهائي كأس العالم 2006، وتم طرد زيدان واتبخرت أحلام فرنسا ومنتخبها بالفوز بكأس العالم للمرة الثانية. لحظة واحدة بفقد فيها السيطرة بنخسر أهم الأشياء وأهم الناس في حياتنا. الأسباب اللي بتخلينا في لحظة نفقد السيطرة بنسميها في علم النفس الديب ايموشنز، مشاعر زي الغضب والإحساس بالذنب أو الشيم أو الاسترس، وأوقات الحب والغيرة. إزاي أرجع الكنترول لإيدي قبل ما أفقد السيطرة؟ تكنيك اسمه ال 6 second pause. العلماء لقوا إن العقل محتاج من 6 ل 10 ثواني عشان يعمل انترابشن للإيموشن بتاعتنا ويوقفها. فممكن أعد من 1 ل 10، أو ممكن أستغفر ربنا 10 مرات، ممكن أعمل تمرين التنفس وأكرره. وده بيفكرني بكلام الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لما وصف مشاعر الغضب وقال: ألا إن الغضب جمرة توقد في جوف ابن آدم، إن الغضب من الشيطان. الغضب والمشاعر الديب اللي عندنا بتبقى مدخل كبير للشيطان. فأنا بحب أعمل زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا إما أشرب مية، يا إما أغير حركة جسمي، لو قاعدة أقف، لو واقف أقعد، أو لو قاعدة أقوم أتحرك. في ال10 ثواني دول بدي العقل فرصة يعمل هولد للمشاعر، وبدي فرصة للعقل الواعي إنه يمسك الكنترول ويحلل ويختار السلوك الصح. في تمارين كتيرة تانية ممكن تساعدنا نقلب الموقف لمكسب بدل الخسارة، فلازم نفكر قبل ما نتهور، والمهم ما نخليش الكنترول مع مشاعرنا.